رابع يوم في رمضان، وكل سنه بنسال نفس السؤال: ايه احسن توليفه قهوه وايه فنجان القهوه اللي يظبط معانا بعد الفطار؟ فتعالى اما اقول لك على توليفه قهوه عمرها ما فشلت انها تبهرني. هنبتديها باعلى نوع قهوه وهو البن الكولومبي، فهناخد 100 جرام من البن الكولومبي ميزز كده وبيديك طعم مختلف. اللي بيميز اي قهوه نظيفه ان هي تكون كريمي ودايبه كده وعامله زي الزبده، فاكتر نوع بيدي كريمه هو البن البرازيلي، فهناخد 75 جرام من البن البرازيلي. هننزل بال 75 جرام البرازيلي. تخيل بقى ميكس الكولومبي مع ميكس البرازيلي، لما ندي لهم حاجه كده تدي لهم طعم الشوكولاته وتدي لهم ريحه الفروت في نفس الوقت. فالهند الارابيكا واحد من انواع البن اللي في اخر درجات الوسط بتاعته، بيدي طعم الشوكولاته وريحته ريحه الفروت. فهننزل ب 50 جرام من هنكمل خلطتنا ب 25 جرام من البن الهندي الروبستا اللي هيظبط لنا القوام وطعمه تقريبا مش هيظهر في قلب الخلطه. كده الربع كيلو خلص. تعالى بقى نحوجه ب 10 جرام من الحبهان، شويه قرنفل وشويه ورد خفاف جدا بيخلوا ريحه القهوه حلوه. ده من جوز الطيب وكسرها كده ونزلها في قلب الخلطه. بعدها خد عودين من الجنسنجان، فوق اليومين دول هيدوك طاقه وباور كده لو انت بتروح الجيم او بتشتغل عدد ساعات عمل كتير، وانزل بالعودين الجنسنج. وبعدها قلب الربع كيلو ده بجد خطير مش طبيعي. ويلا نروح نطحنه وبعدها نعمل منه فنجان قهوه. اللون بتاعها عامل ازاي؟ طالع تحس ان هي شبه لون الشوكولاته كده. تعالى نعمل منها فنجان بصراحه، لان انا عايز اشرب فنجان قهوه كده يكون رايق في السريع. هناخد منها معلقه اشربها ساده سكتو. كالعاده ريحتها بس تكفي. والربع كيلو ده شال لصاحبك، واكتر تعليق هياخد عدد لايكات هياخد الربع كيلو ده هديه، وممكن نشحنه له في اي حته او هيجي يستلمه من الفرع.